عليكم يا عم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا عم انا ادور على عمل ما حصلش عمل ابدا. لو انت تعرف تشغلني عندك اي حاجه، اي عمل حتى ببلاش. والله يا أخي احنا كان معي عامل قبل يومين، يلا مشينه، العمل بارد ما فيش عمل، يلا بصرفت يومي. خير خير ان شاء الله. والله انا اللي من صبح انا ادور عمل ما حصلش. خير تسلم يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشتي عمل انا ادور على عمل. لو معك عمل بونا ولا بونا انا بحاجة عمل ضروري. والله يا غالي ما اقدر اليوم، الدنيا ضبعت، يلا بدأت حق الصرفة، الدنيا خافية، ما لو عمل من عيني ولا شيء. يلا سلام، خير ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اخي انا ادور على عمل، هو عمل عندكم فاضي؟ اي عمل الحاصل؟ هذا مش اختصاصي، هذا اختصاص المدير. اطلع عند المدير. من المدير بالضبط؟ هو المدير طالع بتصير معنا، اطلع لي عنده. يلا تمام تسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. ارحب، تحتك شيء؟ يا اخي انا ادور على عمل، مستحيل احد يقبلني اشتغل عنده لان انا قاعد انا خارج من السجن. انا راضي بالحاصل حتى لو كان الراتب قليل، ادالي اي عمل، اي عمل بسيط انا راضي به. يا اخي ما في مجال للعمل، ما كادر مكافي العمال حق الفندق، ولا اتمنى ان انا اوظفك. عاد عندي ديون ومبالغ علي، التزامات علي كم من حاجه، ولا انا اتمنى ان انا اوظفك. حتى مانيش قادر اعطيك راتب، ولا لو اوظفك عندي عادي ما فيها شيء. شوف يا ابن الناس، هذه الايام لا انت تحصل لا عمل ولا وظيفه ولا شيء، لذلك انا اقدم لك نصيحه وانت استمعني. شوف يا ولدي، هو انسان طيب ورجل خير ويحب يسوي المعروف في الناس سواء يعرفك او ما يعرفك، لذلك كان يملك مزارع كثيره يسمونه الحاج عبد الله، موجود في المدينه، روح عنده. شوف وصل المدينه وسال عن الحاج عبد الله، وانت تحصله رجل خير محترم ما شيء يضيعك. اذا ما حصل لك وظيفه على الاقل يحصل لك مكان تنام فيه تاكل وتشرب. خيرة الله، انا زيد اولي عند هذا الحاج عبد الله، وان كان خير مثل ما تقول الله يكتب لي الخير عنده ان شاء الله. من سيما اعرفك هذا طول عمري. يلا انا استاذنك ذا الحين. يلا الله معك، الله يوفقك. يا بنتي انا لا مش انا استعجل، ما اناش مستغني عنك، ما اناش مستغني عنك ابدا. لو يدوا لي كنوز الدنيا هذه كلها يقوم يدي لي خلاص شاهين. حاضر يابا. حفظك حفظك يا بنتي حفظك، لكن خلاص يا حلا. حفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين بتاع الحاج عبد الله؟ انزل النزله ولف يمين. تفضل يابا. ايوه الله يستر عليك يا بنتي. يسلم يسلم، كيسي كيسي شرب انا وانت خلاص شاي. الله كما احب الشاي من ايدك كذا على شاي اليوم صلحكي. الله ما شاء الله والشاي يا بنتي، سلم ايدك. يا حاج عبد الله، يا حاج عبد الله. من هو هذا؟ ايوه ادخل ادخل ادخل. الله الله، ابو شحات، حاج عبد الله. هي قومي قومي يا بنتي ادخلي داخل، قومي من عين الرجال مشتي. يلا دلال النبي. ادخل مدخل. الله الله، ابو شحات. بني ادخل ادخل. حياك الله حياك الله حياك الله يا ولدي. كيسي كيسي تفضل تفضل.
حياك الله. يا حاج عبد الله، انا انسان غريب عن هذه القريه. جوك من القريه اللي جنبكم، جوك عشان تساعدني. قالوا انك انسان خير، رجل طيب، تساعد الناس. حياك الله يا ولدي، حياك الله. ايوه كمل قصتك، شكلك تعبان ومرهق. والله يا حاج عبد الله انا غلطت عمري. ادوك على رجل كبير وانسجن لمده سنه، بعدين انا خرجت من السجن. جلس ادور على عمل، انا اصلا ما بش معي عمل. ها عجبكني بالعجب. ايوه كمل يا ولدي. حتى ما بش معي بيت ارغط بينه، ولا حد رضي يقبلني بوظيفه. انا انسان علي سواطه. انا كان اصلا كنت بدون بيت، كنت ارقد بالشارع. وانا قررت ابدا بدايه جديده، ان انا اشتغل واطلب الله وابني نفسي من جديد. اسمعني يا ولدي، صح ان انا ما اناش بحاجه عمال، معي ما شاء الله عمال ما يكفيني وزياده، والمزرعه ما شاء الله قائمه بالعمل. لكن ما دام حكيت لي قصتك هذه وانك ارتكبت ذنب ومعترف به، فانا والله ان قلبي ارتاح لك. انا اشغلك عندي واجربك، واذا طلع قد المسؤوليه وتشتغل ساعة الناس بالمزرعه، انا اوفر لك جميع الاحتياجات اللي تنقصك. اي حاجه تحتاجه اوفرها لك انا، وازيد لك راتبك. تسلم يا حاج عبد الله، وان شاء الله ان انا اكون قد المسؤوليه. ان شاء الله ان انا ابيض وجهك، لانه ما حد رضي يقبلني الا انت. اسمعني يا ولدي، انا دحين معي غرفه خارج بالمزرعه، وسطها كذا قليل ادوات، ما اكذبش عليك. قم رتب الغرفه ويشيل الاقل الترتيب دريك، ورغتك بسطة لما نعين كيف نعملك. تمام. يلا تصلح الله ولدي، لكن انا كمان ما احبش العمال الكسلين. الله ان انا ابيض وجهك. يلا نشيل لقمه من الحين، نشاط. ايوه حسام مو تشتاق؟ لك الحاج عبد الله جري عندي ضروري. يلا الان انا اكمل له واجي الان. السلام عليكم يا حاج عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا ابني تفضل. حاضر. اسمعني ايش اقول لك يا ولدي، الان اشيء تنسى حياتك الاجراميه كامل السابقه، نبدا حياه جديده، وانا مستعد اعوضك عن الذي فاتك كله. قد حولت لك مبلغ لحسابك، بصير اشتري لك اغراض وملابس ورجيك لعندي. تسلم يا عم عبد الله، والله ما انا داري مو اقول لك هذا المعروف، والله ما انساه طول حياتي دام انا عايش. الان مش وقت الخبر هذا، الان ولا اقضى اغراضك واشترك ملابس ورجع على عملك. كمان انا ما احبش العمال الكسلين. حاضر يا عم عبد الله، يلا نستأذنك ذا الحين. انجا عمر انجا. يا معين. السلام عليكم. وعليكم السلام حاج عبد الله. ايوه كيف انت يا ابني؟
كيف العمل معك؟ كيف المزرعة؟ الحمد لله بخير يا حاج عبد الله، والعمل تمام. تفضل اجلس. ايوه. كيف انت؟ قلت لي كيف العمل معك؟ الحمد لله تمام، كل شيء تمام. انا والله العظيم اننا لا همك وكنت قاعد تتجعجع لانك بالمدينة ما انتش آلف على الشقاء ولا ذا بالمزارع. هذا انا شيك تنفعني منفعه. معي انا عمائر خارج القرية قرب المدينة ومزارع ما قدوليش المحصول حقها الا هذا الحين، والعمائر ما فضقش وكنت داري كيف كان معانا حق ملاحقة او اللي بزل اجارتنا العمائر. اشتي اوكلك تولى تبزهن انت وانا احدد لك نسبة وما لك الا ابيض وجهك. اذا بيض وجهي انا قدها يا حاج عبد الله، وان شاء الله اننا نكون على حسن ظنك. للحين انا اقولك ما دام انك طلع قد المسؤولية وبيضك وجهي قررك اننا ارفع راتبك جهز اي عامل عندي بالمزرعة يشتغل. ابشر، ما لك الا بيض وجهك. اعتبر كل شيء جاهز من الان. بكره ان شاء الله اولي بوز منهم اللي جرت كلهم. يلا انا استاذنك يا حاج عبد الله، اولي كمل العمل بالمزرعة. يلا يلا الله يعينك يا ابني الله يعينك. والله ان شكله الباري عوضني ما بش معي عيال. الله حول لي بهذا الولاد ينفعني. اللهم لك الحمد ولك الشكر. من هو هذا؟ الحاج عبد الله ارسلني يدور الايجارات. هات تفضل يا ابني. ايوه اوه سترك يستر عليك يا بنتي ملاي. الله يحفظك الله يحفظك يا بنتي. هي واللي تدي هذا عمر جالس لي شقي بعدي من صبح امانه النقاط عبكم اليوم ندي له خلص شيء. حاضر يابا، هلا انا ولدي بشاين. تفضل. تسلمي. الله ما طعم الشهي. لا 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 لا. والله أنا عاجين هذا عمر مع عمير بالمزرعة والشيء اتصل له من يرغمه هذا هو. ايوه حاج عبد الله معك.
جاي عندي شيء ضروري. اجي الان. ايوه اشياء كلامك موضوع ضروري. يلا انا عندك. يلا على سلامة الله. كيف القوة ذا؟ اسمعني يا عمر، الغرفة القديمة اللي انت جالس بها اللي ادوكي لك اشتيك تهد القاع وتبنى من جديد، تعمل لها غرفة ولا غرفتين وصالة وحمام واي تكاليف انا مستعد اصلح على حسابي ان شاء الله بكرة. يعني لك بنت الحلال تتزوج وتستتر. تمام؟ ها؟ ايوه يا عم عبد الله، خلاص انا حاضر، نخرج بكره ان شاء الله. اسمعني يا عمر، الغرفة القديمة اللي انت جالس بها اللي ادوكي لك اشتيك تهد القاع وتبنى من جديد، تعمل لها غرفة ولا غرفتين وصالة وحمام واي تكاليف انا مستعد اصلح على حسابي ان شاء الله بكرة. يعني لك بنت الحلال تتزوج وتستتر. تمام؟ الحاج عبد الله مو قصده لما قال عيل لك بنت الحلال، شكله يشتي يزوجني بنته. ان شاء الله انه يكون صدق. الله والفرح يا رب. وين جا الولد هذا؟ يا عمرو. ايوه جاي لهنا جاي. يلا الان حاضر. جاي. يا عبد الله امر. اسمعني يا ابني، ما يمر عليك ظالم. عرفك عزيز؟ ايوه اعرفه، مدير المواشي. ايوه اذكره. انا وابو زماله من زمان، اعرفه من زمان. اتقدم لبنتي الصغيره، تدارين معي 3 بنات، 2 قد زوجن الله يستر عليها، باقي معي هذه الصغيره. جت قدم له هو ابوه، احرجوني وانا اعرفهم من زمان وهم اصحابي. صاحبي هذا ابو صاحبي، وهم ناس حلق واوادم دريك، وانا وافق. وافق؟ ايوه ذا الحين الشيك تولت عين لي احسن صاله، تحجز لي احسن قاعه، وعينك لي جعاله والعب ناريه، اشياء اعمل البنيه هذه احسن زواجه دريك. يلا حاضر يا عم عبد الله، حاضر. طيب يلا نشي افرح به، قاهي اخر بنيه معي ولا يهمك.